في العاصفة والرعد والبرق ماليين السما. كل الحيوانات بتجري مرعوبة، بس سلوى كانت مبسوطة خالص، ولا أي حاجة مخوفاها. وسؤال بيعدي في بالنا، يا ترى الحاجة اللي بنكرهها ممكن تطلع هي اللي بتنقذنا؟ قبل العاصفة بوقت كانت سلوى ماشية في الغابة بهدوء، خطوة ورا التانية، وبصة على كل حد أسرع منها. الأرنب بيجري، الطيور بتطير، والغزالة بتنط بخفة. وسلوى تحاول تسرع بس جسمها تقيل، والصدفة عاملة لها تقل. وقفت وقالت بزعل، ليه أنا كده؟ ليه الصدفة دي تقيلة؟ وحست إنها مش بتحب نفسها. دخلت سباق مع الحيوانات، والكل خلص وهي لسه في الأول، وهم بيضحكوا عليها عشان هي بطيئة. سلوى اتكسفت ومشيت بعيد، وقفت عند المية تبص على نفسها، وقالت يا ليت الصدفة دي تختفي، تعبت منها. وفجأة السما اسودت والريح عليت، الحيوانات جريت تدور على مكان يستخبوا فيه. المطر نزل جامد، الحيوانات اتبلت وما قدروش يلاقوا مكان يستخبوا فيه. لكن سلوى دخلت جوه صدفتها، والمية تنزل من فوقها كأنها مظلة. لما المطر هدي خرجت سلوى بهدوء وقالت اللي كنت شايفاه تقل عليا طلع هو اللي بيحميني. رجعت تمشي ورفع راسها، أول مرة تحس إنها راضية عن نفسها، وقالت من النهاردة هحب كل حاجة ربنا خلقها فيا. أصحابي، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد.